من جهة اختيار التشكيل المناسب، والأهم اختيار النهج المناسب. صحيح هو تخلى عن أول ربع ساعة في المباراة بحذر مبالغ فيه، ولكن ده كان مطلوب حتى لا يتلقى الفريق هدف في البداية يؤثر على الناحية النفسية للفريق فتكون الخسارة. ولكن أستطيع القول إنها مباراة أهلاوية خالية من الأخطاء الفنية، خالية من الأخطاء سواء من جهة التشكيل أو من جهة إدارة المباراة أو حتى التغييرات التي حدثت، وكلها كانت إجبارية أعتقد. الأداء النادي الأهلي في الشوط الأول كان فيه يعني حذر مبالغ، ربع ساعة خارج السيطرة، ربع ساعة مضغوطين، ولكن بدأ بعد كده التحول السريع للفريق، بدأت المهارات الفردية تظهر بشكل جيد، الثقة في تناقل الكرة والاستحواذ، اللعب مبدأ الأمان في المواقف الصعبة بالتشتيت، وهذا ليس عيب في كرة القدم. لا مش عيب. وبالتالي بدأت بصمة الأهلي تظهر في أرض الملعب من خلال الفرص التي ظهرت في الشوط الأول، تصويبات وشبه انفرادات ومحاولات جادة يشكر عليها الأداء المتميز لإمام عاشور خاصة في الشوط الأول. صحيح. بذل مجهود خرافي، وحتى أننا يعني خشينا عليهم من الإجهاد أو من التعب أو من الإصابة، ولكن واضح أنه الناحية النفسية للفريق جيدة. واضح أنه شخصية ما انت حضرتك اتكلمت عن الناحيه النفسيه قبل اللقاء برضه. طبعا مهم جدا الاعداد النفسي للمباراه. سفر الكابتن محمود الخطيب مع الفريق نقطه ايجابيه جدا في هذه الظروف، لانه بيعطي الثقه، بيعطي الحماس، بيعطي الطمانينه. هم اللعيبه بيشوفوك ترتاح اكيد. وده جزء نفسي. ده يعني ده قرار سليم من الكابتن محمود، وده الدور اللي عودنا ان هو يقوم به. لم يعاند او يعاند كولر في هذه المباراه. ووضع اللاعب المناسب في المكان المناسب، وكان لديه الجرأة في انه هو يضع بعض النجوم زي بن شرقي مثلا، زي بن شرقي. يعني في بعض الاوقات وفي مباريات سابقه كان بياخد قرار متاخر او متردد في اخراج النجم فلان او النجم علان، ولكن النهارده ما كانش عنده خوف ولا تردد، عمل تشكيل مناسب. كنت اتمنى طبعا يكون في وسام موجود، ولكن اصابه، وان شاء الله نخلص من الاصابات المتكرره واللي بتحدث للفريق وبتعطله. الخط الدفاع والطريقه بثلاث قلوب دفاع كانت مناسبه جدا. فريق سان داونز لما يتحصل على فرصه تستطيع ان تقول انها فرصه هدف، كلها محاولات، لم يستطع كسر خط الدفاع الاهلاوي الصلب في 90 دقيقه. فيش انفراد، في تصويبات، لكن كلها تصويبات عشوائيه ليست بالدقه او بالخطوره اللي تجعلنا نقلق واحنا جالسين بنتفرج على المباراه، او انه احنا نتوقع انه ممكن يجي فينا هدف او ما الى ذلك. وعلى فكره حتى لو كان دخل فينا هدف في وسط هذه السيطره لسان داونز في اول ربع ساعه كان ممكن ان احنا نعوضه ان شاء الله. يعني نتيجه جيده جدا انا اعتبرها، وطبعا يعني لو كانت يعني 1-0 كان هيبقى افضل، لانه زي ما انت قلت الفريق ده لا يأمن، لا تأمن منه، لأنه عندهم ثقة بالنفس. ستيلن بوش الزمالك متعادل معاه 0-0 هناك، وكسبوا هنا 1-0. اسمه ايه، اورلاندو بايرتس، احنا متعادلين هناك 0-0، خسرنا هنا 2-1. صن داونز ده نفسه السنة اللي فاتت كان في مجموعة بيراميدز، تعادل في صن داونز اظن 1-1 وكسب هنا اظن 2-1 او 1-0. وبالتالي فرق جنوب افريقيا ما بتفرقش معاه قوي سواء يلعب على ملعبه او خارج ملعبه. هذه النقطة اللي احنا يعني متخوفين منها، انه الخروج بنقطة تعادل الطرفين سواء محمد هاني او مصطفى العش. الدنيا مشيت ازاي، ومساندة مروان واحمد رضا كانت عامله ازاي في وجهة نظرك؟ من افضل المباريات للثلاثه بصراحه يعني. رغم ان ياسر ابراهيم بعيد عن المباريات وشوفنا
طبعا شفنا المجهود اللي اتبذل. مباراه نسبه الاخطاء فيها كانت قليله جدا، صحيح، ويكاد تكون مش موجوده يعني. نعم. الاخطاء كانت قليله ما عدا الحاجات البسيطه اللي كانت بتطلع بره ال 18 وبيتعامل معاها لعيبه نص الملعب في الكره الثانيه، وكان منها تصويبه مكوينه اللي في بدايه الشوط اللي كانت خطر تقريبا دي 10 دقيقه 11. نعم. العش وهاني اقول 70 30 ان انت دافعت بنسبه 70%. الهجوم وده مطلوب في مباراه كبيره زي كده، لكن الناس كانت متخوفه بعض الشيء برضو من وجود العش خاصه في غياب يحيى عطيه الله، لكن اشوف ان هو ادى مباراه كبيره سواء دفاعيا او في المسانده الهجوميه. نعم. جريء مش خايف. نعم. اشوف ان الثقه اللي اتاخدت من خط الدفاع راحت لنص الملعب او وصلت لعيبه نص الملعب مروان ورضا برضو الاخطاء. لكن احنا دايما يا كابتن شوبير احنا عنينا دايما عايز اشوف الافضل. أيوة. عايز اشوف الاحسن. نعم. اللعيب اللي بيبذل مجهود ويقطع الكوره وهو برضو اللعيب اللي بيبدا لنا الكوره. نعم. ممكن يكون مكوينه كده. نعم. مكوينه الشوط الثاني بدا يختفي. مروان كان ضاغط عليه بشكل كبير جدا، ما شفناهوش كمان على حدود ال 18. نعم. بدايه من نص الملعب والجزء الامامي لا تفوق برضو لامام عاشور والطاهر والجراديشار، برضو واحده من افضل المباريات دفاعيا وهجوميا. صحيح. مباراه يبان فيها النادي الاهلي ان هو بيدافع، خاصه لما يكون التشكيل فيه 5 مدافعين في الخط الخلفي، لكن من اكتر المباريات اللي لعبنا فيها صن داونز في جنوب افريقيا وصلنا بيها للجول. ده صحيح. سجلنا هدفين من تسلل، لكن لينا واحده في العارضه لجراديشار الشوط الاولاني. تصويبه امام عاشور، تصويبه لمروان. ال11 تصويبه ما جوش من فراغ، ده معناه ان انت وصلت لحدود ال 18 لفريق صن داونز بنسبه كبيره جدا، ممكن تكون افضل من النسب للماتشات اللي قبل كده. تفوق طبعا خط الدفاع ادى ثقه اكتر للعيبه. دخلنا في المباراه من بعد اول 5 دقائق يعني، برضو مع تغيير طريقه اللعب كان ممكن سهل جدا ان صن داونز هو اللي يفرض عليك طريقه اللعب، لكن احنا اللي فرضنا اسلوب وطريقه اللعب. اللي بشوف ان كاردوزو اتفاجئ ان النادي الاهلي بيلعب ب 5-3-5-4-1 او 3-4-3 اللي كان لو عندنا حاجتين كان الاثنين مهمين جدا عشان نكسب مباراه زي كده، وكانت فرصه بالنسبه لنا كبيره جدا. الاستحواذ واتكلمنا فيها قبل المباراه، الاستحواذ ان احنا نشاركهم الاستحواذ عشان الاستحواذ يكون 60-40. ما كانش فارق معايا قوي يا كابتن عماد، لانه حتى عدد التمريرات هتشوف الفرق كبير جدا في عدد التمريرات، لكن هتلاقي معظم تمريرات فريق صن داونز في نص ملعبه. في نص ملعبه ما عملتش علينا خطوره. بالتالي انا يعني حضرتك لما تشوف التمريرات مثلا هنا مثلا 512 151 في مشكله على فكره يا جماعه يعني في الستيتس في الاحصائيات، لانه انا شفتها برضو في حته ثانيه غير كده خالص. كان 488 مقابل 186، هنا كاتبين 151 وات ايفر ايا كان. لكن ايا كان يا كابتن انا شايف انه انت اخطر، انت اكثر في فرق بين الاستحواذ السلبي والاستحواذ. هم كانوا استحواذ سلبي. نعم. انا بتكلم في جزء ان احنا نسبه الاستحواذ بتاعنا الايجابي هو اللي يزيد. نعم. خاصه في الثلث الاخير، لان كان ممكن نعمل اخطاء. احنا ظهر لنا الفرصتين بالهدفين. نعم. من الكرات الطويله. نعم. لما بيحاول يحط نفسه في نص ملعبنا اكتر، ظهره كان فاضي في الكورتين. نعم. لاشرف بن شرقي استعجل شويه وكان لسه نازل وعنده حماس اللعب، وعجبني برده ان هو نازل في الدقيقه 90 روحه كويسه. يمكن انا برده اشدت بيه يوم مباراه الزمالك بعد احرازه الهدف، برده مشيت بيه في موقف زي كده. ده اللعيب الكبير.